بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إيه إزاي حالكم الآن أيها الشعب المصري؟ الدولار بقى حلو معاكم دلوقتي؟ شفتوا بقى إن إحنا صح؟ يبقى لازم تنزل ولا لأ؟ بصوا، أولا أنا شخصيا عن قناعتي مش عايز أنزل عشان دولار ولا عشان الأكل، ولا طبعا الأكل مهم لينا كلنا ودي مشكلة من المشاكل. أنا نازل عشان الظلم، عشان الكرامة. أنا عايز يبقى عندي كرامة، ما اضطرش إن أنا أسيب بلدي وأروح بلد تانية. ما اضطرش إن أنا أمشي خايف من واحد ملوش لازمة، عشان الأجيال الجاية تمشي براحتها، محدش يهددها لما تقول رأيها، بكل أدب طبعا. يعني يبقى عندنا أمل إن ولادنا الجايين يحكموا مصر بعدنا، ميبقاش في واحد مغفل أو عميل زي السيسي يحكمهم. كفاية كده. أكتر هنقول من أيام محمد علي يبقى 100 سنة أو أكتر، 100 سنة حكم عسكري وحكم عمالة. كفاية كده. نصيحة: اوعوا تسيبوا حد من بره يجيب لكم واحد تاني يحكمكم. خليكوا صحيين. ولا دولة عربية ولا إمارات، احذروا الإمارات، لازم يتم وضعها على القائمة السوداء من بين الدول المعادية لمصر، زي إسرائيل. السعودية كذلك، الكويت. دول ساعدوا في خراب عدة دول. اللي ما يعرفش، بالنسبة للشباب اللي معرفوش التاريخ، طبعا أهاليكوا فيهم ناس مغفلة وديوسين بيحبوا يغفلوكم، ما يقولكمش الحقيقة. الحقيقة هي إن الدول العربية دي بالذات بتاعت الخليج هي سبب الخراب في جميع الدول حولها بل العالم. هما بسبب بترول بيطلبوا طلبات من دول أجنبية عشان تعمل لهم اللي هم عايزينه. وما عندهمش اي كرامة، ولا عندهم اصلا قوة ولا جيش ولا حاجة، كلهم بيأجروا وهم عملاء. يعني هم تم تعيينهم، آل سعود تم تعيينهم عن طريق الانجليز اللي هم اعداء الاسلام. الانجليز دخلوا مصر خربوها وهم ماشيين سلموها للعسكر اللي هو عبد الناصر. الانجليز وهم ماشيين من الهند، كانت مسلمة الهند بيحكمها المسلمين، سلموها للهندوس. ديكوا شايفين مجازر المسلمين في الهند. آه، كذلك الإمارات دي كانت شوية قبائل عملوا منها حاجة اسمها إمارات والكويت وهكذا. طبعا الدول دي تاخدوا بالكم منها. بعد إسقاط السيسي لازم يكون لكم كشعب مصري موقف منهم، ولازم هيتم رفع قضايا كبرى عليهم عن طريق المحترمين من الشعب المصري، ورد الأموال المهربة عندهم والتعويضات عن القتلى اللي شاركت في قتلهم الإمارات والسعودية والكويت. 30 سنة فساد بتوع مبارك وولاده ومن بعده. ال9 سنين اللي حكمهم السيسي، طبعا هتقولوا لي 9 ازاي؟ اقول لكم ان السيسي كان قاعد وزير دفاع ورا، وكان بيدير العملية هو والمجموعة اللي معاه الوسخة، المجلس العسكري. فهو يعتبر قاعد 9 سنين، مش 7 زي ما بيقول ولا كده. هو بيوهمكم ان البلد بتقدم شوية الكباري والحاجات دي اللي هي ملهاش لازمة. الناس اللي بتعرص له من طبقة الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال دول هيتحاسبوا. أنا لو عينوني قاضي من الثورة أحكم عليهم إنهم يسلموا ثرواتهم كلها، وفي منهم اللي شارك في التحريض على القتل يتم إعدامه، والباقي اللي يتم القبض عليهم ووضعهم. طبعا السيسي ده لا محالة مصيره الإعدام، ومنعه من قضاء سواء شرطة أو جيش اللي شاركوا في القتل والتعذيب والرشاوة. طبعا في قطاعات تانية فيها خراب وفساد كبير هتكتشفوه وانتوا عارفينها، طبعا بتتعاملوا معاها يوميا، زي شركات المية والكهرباء والغاز. كل ديت فيها فساد كبير، لازم هنطلع الفساد دوت. وهنكمل في فيديو تاني.